اليوم رح نعمل وصفة برجر الدجاج بأسهل طريقة وب3 مكونات بس، ورح تاخدوا الطعم الأصلي يلي بتاكلوه بأشهر المطاعم. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لايك وشير للفيديو. معنا كيلو صدور دجاج فرمناه بمكنة اللحمة على الوش الوسط مرة واحدة بس. وهلأ رح نبدأ بخلطة البرجر. هنزل الدجاج المفروم واضيف عليه ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة ماجي بودر. بنعجن منيح لحتى المكونات تمتزج مع بعض. بعدين بنضيف ربع كوب بقسماط أو 3 معالق كبار، وبنرجع نعجن لحتى يتماسك معنا الخليط ويشد بهذا الشكل، ومندخله الثلاجة يرتاح لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة رح نبدأ بتشكيل البرجر. بناخد قطعة بوزن 100 غرام ونحط عليها نايلون من الطرفين وبنكبسها بمكبس البرجر، وهيك بتكون جاهزة. وهلأ رح ورجيكم كيف تشكلوا البرجر بدون مكبس. بتجيبوا بولة بمقاس خبز البرجر اللي عندكم، تفردوا عجينة البرجر بإيدكم أو بطبق بارتفاع نص سنتي تقريبا، وبعدين تضغطوا عليها بالبولة وتشيلوا الأطراف الزايدة، وهيك بتكون جاهزة. وهلأ بناخدهم ونحطهم بالفريزر، وامتى ما بدنا بنستعملهم. منشان نعرف نطحن ونقلي البرجر لازم يكون جمدان كتير منيح بالفريزر مثل هيك. ولنعمل الصوص يلي رح نغمس فيه البرجر بدنا كوب إلا ربع ماء، وربع كوب طحين، ونص ملعقة صغيرة ماجي بودر، ونص ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. بحرك منيح. بعدين ببدأ بتغميس أقراص البرجر بالصوص، وبعدين بنزلها بالفيجيتار أو البقسماط وبضغط عليها بقوة مشان تلتصق منيح. شوفوا الشكل ما أحلى. وهلأ رح نبدأ بقلي البرجر على نار متوسطة، بتركن على كل وش دقيقتين تقريبا. وهيك بعد ما استووا أخدوا لون ذهبي رح شيلهم وحطهم بالمصفاية مشان يصفوا الزيت ويضلوا مقرمشين. بسخن مقلاية أو جريل على النار، وبنزل برشة زيت، وبنزل أقراص البرجر، وبس ياخدوا اللون الذهبي بقلبهم على الوش الثاني، وبعدين بحط شرائح الجبنة حسب الرغبة. منشان خبز البرجر يضل مقرمش وما يشرب الصوصات بنحط شوية زبدة بالمقلاية وبنحمص فيها شرائح الخبز. وخلينا نبدأ بتشكيل سندويشات البرجر المشوي والمقلي. بنجيب شريحة الخبز وبنضيف عليها مايونيز وكاتشب وشريحة خس أو كابوتشا حسب المتوفر، وبنحط عليهم شريحة البرجر المشوي والبرجر المقلي، وشريحة الخبز الثانية هنحط عليها مايونيز وكاتشب ونحطها فوق البرجر. وممكن نضيف شريحة جبنة فوق البرجر المقلي ونحط فوق شريحة الخبز اللي حطينا عليها مايونيز وكاتشب. وقليت شوية بطاطا ورشيت عليها بهارات ورح أقدمها مع البرجر. وهيك البرجر بيكون جاهز. شوفوا ما شاء الله البرجر محافظ على حجمه وما كش معنا، والبرجر المشوي كمان شكله بجنن. وهيك بنكون عملنا أطيب برجر دجاج. جربوه وقولوا لي رأيكم بالتعليقات، وبألف صحة وهنا.